نسيتيني كل صحابي وهمومي لعندي وعذابي. نسيتيني كل صحابي وهمومي لعندي وعذابي. معك انت وحدك انت حسيت ارتاحت اعصابي. نسيتيني كل صحابي والهمومي لعندي وعذابي. معك انت وحدك انت حسيت ارتاحت اعصابي. نسيتيني العالم كله والعشاق لعني تخلوا. نسيتيني العالم كله والعشاق لعني تخلوا. نسيتيني همومي كلها وعمري اللي عشته مر وخلوا. ونسيتيني همومي كلها وعمري اللي عشته مر وخلوا. على قلبي يا حياتي فوتي جوا بقلبي عيشي وموتي. على قلبي يا حياتي فوتي جوا بقلبي عيشي وموتي. خلفك انتي لما تفوتي بدي سكر كل بوابي. نسيتيني كل صحابي والهمومي لعندي وعذابي. معك انت وحدك انت حسيت ارتاحت اعصابي. غيرتي مجرى ايامي ورجعتي طموحي واحلامي. غيرتي مجرى ايامي ورجعتي طموحي واحلامي. من كترك محبك قلبي سميتي حبي وغرامي. من كترك محبك قلبي سميتي حبي وغرامي. عطيتيني حب وحنية ما تبخلتي مرة علي. عطيتيني حب وحنية وما تبخلتي مرة علي. يكفي يا حبيبة قلبي رجعتي جددتي شبابي. نسيتيني كل صحابي والهمومي لعندي وعذابي. نسيتيني كل صحابي وهمومي لعندي وعذابي. معك انت وحدك انت حسيت ارتاحت اعصابي. إذاعة لبنان والزمن الجميل في جزئه الثاني، وما زال ضيفنا الفنان فهد عقيقي. أستاذ فهد، من جدد التحية لك. تسلم، الله يخليك. الأغنية اللي سمعناها هي من كلمات مارون روحانة. صح، من كلمات الشاعر مارون روحانة وألحاني أنا. وألحانك أنت. توزيع المايسترو مارون أبو دوين. الشعراء اللي تعاونت معهم غير مارون روحانة مين مثلا؟ في كمال رموز، ياس كمال، جورج كفوري، استاذ جورج خليل. جورج خليل الشاعر كان بالشبكة. الشاعر الشبكي، نعم. ميشيل تنوري. الشاعر مارون روحانة كم أغنية أعطاك؟ شي 7-8. ايه 7-8 تقريبا. 7-8 أغاني. في اتصال جورج؟ طيب رح ناخد اتصال ونرجع نتابع. الو
مساء أستاذ مروان، أهلا، مساء الخير ست منى. كيفك؟ كيفك؟ منيحة؟ تحياتنا للفنان الكبير أستاذ فهد. تسلمي ست منى، خلينا تسلمي، إياك. اهلا وسهلا فيك. الحمد لله مشتاقين. يعني نحن عن جد نتذكر مروان انه استضفنا حضرتك، لان نحن عن جد من كل المعجبين فيك كثير فعلا. تسلمي عن جد تسلمي. وبأغانيك وبكل شيء، انت فنان رائع جدا ومميز جدا. الله يخليكي، كلك ذوق. يعني واغانيك عن جد لهلا عن جد كل ما بنسمع اغنيه عن جد بنتذكر ايام عن جد الطفوله من اول ما بلشت لهلا. يعني صح. فعلا شيء مميز جدا. وانا بدي اطلب منك غنيه شو هي؟ بعد بنتلاقى. ايوه كثير حلوه الغنيه هي. طيب هلا نسمعها. هلا بعد شوي تكرم عيني. كلكم ذوق، يعطيكم الف شكراً عافيه. استاذ مروان كمان بتشكرك مره ثانيه. تحياتي للجميع ولذوقك كمان. شكرا ست منى اللي صار. شكرا. الشط الأزرق أنا وياكي وبالفرح نغرق، وتغيب الشمس والقمر يطلع، غير صوت الحب ما كنا نسمع. تحياتنا للأستاذ الشاعر مارون روحانا اللي هو معنا على الخط. صار مساء الخير أستاذ مارون. مساء الخير، كيفك يا كيفك يا أستاذ مارون؟ حبيب قلبي، كيفك يا خي مروان؟ الحمد لله. أنا والأستاذ فهد عقيقي هون المطرب صديقك واللي عمل له كتير أغاني حضرتك، كنا بسيرتك هلا عم نحكي عن الأغاني اللي كتبت له إياها وحبينا نمسيك هيك. يسعد مساك. خلي لنا إياك. تحياتي لك وتحياتي للأستاذ فهد. أهلا وسهلا فيك خي مارون، اشتقنا لك حبيب قلبي، كيفك يا أستاذ فهد؟ نحن بنوجه لك تحية وتحية كبيرة لك، أنت شاعر كبير، نحن بنفتخر فيك وبنشوف حالنا فيك يا خي مارون. حبيب قلبي، تسلم تسلم. خي مارون، يعني هل كلمات الأغاني للأستاذ فهد ولا غيره كلمات جميلة جدا، يعني هيك بتمنى أنه يكون في تعاون يستمر بينك وبين الأستاذ. في شيء جديد هيك تعاون؟ على طول في شيء جديد طبعا، بس الأستاذ فهد أثر شوي، يمكن الظروف الأمنية يا أخي كمان مش عم تساعدنا، يعني يمكن نحن صح إن شاء الله قريبا بنتلاقى خي مارون، إن شاء الله قريبا. لما نحن موجودين، نحن لنا الشرف. الأستاذ فهد فنان أصيل وابن بيت وكريم، رقمة بتمه مش غيرهم. كريم الأخلاق بس يا أخي وضع البلد بتعرف أنت مريم. إن شاء الله خير، إن شاء الله خير يا مارون، تفرج. بدنا نحاول نتغلب على هالوضع بالكلمة باللحن بكل شيء. أنا إنسان بتعب على الكلمة، أنا بكتب الغنية 10 مرات مش مرة. لا بكتبها أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، بدي أغير بتغير بغربلها، يعني بغربلها منيح. وبحسها وبنعمها يا أخي. اليوم الكلمة في كلمة أغاني أنا ما بكتبها، أنا بكسر إيدي وما بكتبها بعد كلمات. أعطيت سيريس كلام من دون شمس وماي، بس أنا بقعد عليكي. يعني غنى على الطيب على الطيب، تعدوا الطيب. تعدوا الطيب. شو عم ببيع؟ عم بمت واحد حاطط فرش حلو على مخه وعم بينادي على السمسمية. تعدوا الطيب على الطيب على الطيب، تعدوا الطيب. شعري كرمال السكري هيدا. هيدا كلام ريعة بالشغل. وفي أغاني كتير بذيئة مش رح سمي ولا بدي جرح بحدا خيي. نعم. ما بتنزيع ولا بتتغنى، وعيب الواحد يكتبها. نعم. عيب الواحد يكتبها. ما نحن ليش مسمين الزمن الجميل؟ لأنه الأغاني اللي كانت على أيامكم تتميز، يعني ما في مثلها اليوم.
انا انسان قلت لك انا شو الغنى واحد هو انت ما هي الكلمه بتعمر البيت وكلمه بتخرج بيت الكلمه والله قال وفي البدء كانت الكلمه صحيح. في كثير يا اخي اليوم كمان يعني اذا ما في كلمه شو بده يغني؟ بده يطلع يغني لحن، بده يغني موسيقى، هو مسكر تمه. الكلمة إلى موقعها واللحن كمان. لا طبعا كلهم مكملين لبعضهم استاذ مرون. طبعا يا عيوني. والصوت الكلمة الحلوة بتجيب لحن حلو. صحيح مزبوط. يعني اعطيت نجوى كلام ما حدا لحدا يا حبيبي. صحيح. ما حدا لحدا يا حبيبي، ما حدا لحدا. بعدين في ما بيشوفني اليوم بيقول يا عمي ولك والله الله يطول عمرك والله معك حق يا عمي والله ما حدا لحدا. ما حدا لحدا مستعمل، الكل اللي بيستعملوها. بدنا شي وحده خيي مارون مثل يا حلاق الستات اللي عندك باعت حياتي، اوعى تقص الله شعرها بتطير لي عقلاتي. كانت رايقه معك كثير مقلفتها هيدي؟ في يا خيي فهد في بتطير لك عقلاتك معقول يا مارون؟ اذا في شركه انتاج اذا في شركه انتاج يا استاذ فهد ان شاء الله في شركه هلا بنحكي عنها بعد شوي. ان شاء الله خير. نحن بدنا نرجع نجدد العهد انا وياك واستاذ الياس الرحباني. خلص ان شاء الله نحن حاضرين. يلا قريبا بنتلاقى فيك خيي مارون. والكلمه يا استاذ بدي منك شغله يا استاذ فهد. تفضل. انا يما غيري لما بتذكر غنية حرام ما تذكر اسم الشاعر. طبعا هو صاحب الغنية. انا الوحيد اللي بذكر اسم الشاعر قبل الملحن. اليوم يا صاحبي شيء طبيعي هيدا. غنية ان كان انا بالنسبه او ملحن وسام امير او سمير صاير او ياسر رحباني او ملحم راكيت مع احترامي للكل، اليوم صاحب الغنية هو الشاعر. مارون اللي كتبت يا ويلي منك يا ويلي حبك هديتي لي حيلي نسيتيني اني مجوز عندي اولاد وعندي عائله. من يومين سمعتها هيدي الحان الاستاذ سمير صفير، بنوجه له تحيه ان شاء الله بنسمعها بعد شوي. طبعا يا عيوني طبعا. اليوم يا اخي صاحب الاغنيه مثل هو العنوان، هو الغنيه يا اخي. شو بدي نصيرك حاسه كلامك بيتلحم مارون دغري، انت شاعر كبير وفي مسؤوليه هون استاذ اليوم حرام الشعر هو يا خيي. يعني مثل ولد من ولادي، فيني اذا سالوني شو عندك ولاد يا خيي شاب واحد منهم؟ لا ما فيني هودي ولادي يا اخي. انا بير الغنيه. استاذ مارون نحن بالشعر كلمتنا شدتنا مجروحه، انت بتعرف يعني. تسلم الشعر له الاولويه، انا بالنسبه لي اقله يعني. طبعا. وانا هون بحط كمان على المطرب وعلى الملحن احيان عندي هيك عتب. الكلمه بالشعر لازم تطلع واضحه كلها، احيانا الملحن بضيعها الكلمه اذا عم نسمع اغنيه طب بنعيدها مرتين ثلاثه تنعرف شو هي. مفروض تطلع الكلمه واضحه. بالزمان لما اعطيت سمير حنا اغاني ابو الارض لتروحي على البحر كثير، البحر بيحرق لك جسمك. ومعلش الله يسامحك مش هيك بيكون الوفا. وتركيني احسن بيكون ما بدي صبح مجنون لانه حبك يا حلوه مدوقني زوم الزيتون. 3 اغاني و3 الحان الاستاذ الياس الرحباني. حتى ما يعرفوا علي الاستاذ الياس الرحباني لسمير حنا. قال له لك اجى عندي واحد من الجبل معه بيض من الضيعه ببيع بيض معه شغله بيض. معه شغله بيض واخذت لك الاغاني واسمعها يا سمير. وبالفعل عطاك 3 اغاني وال3 ضربوا بالاسطوانه. بعد 2 3 راحت الايام اجت الايام. تلاقينا انا وسمير حنا بمطعم الاطرار بعشقوت. قال لي ولك يا انت مارون روحانا؟ ولك انا فكرت شو الصوتيال. قال لي ياسر رحباني عم ببيع بيض. يا ابني منيحه. يلا بسيطه خي مارون ماشي. ان شاء الله بترجعك الايام الحلوه وهيك بنرجع. استاذ الياس عنده روح النكته وبيحب ينكي. من صح بنكتي صحيح. بقى خي اهم شيء كلمه واعطيتك مثل عن يلا على الطيب تعدوا الطيب. تعدوا الطيب. طيب استاذ مارون نحن سررنا بهالمداخله الحلوه لحضرتك وسمعنا صوتك. حبيب قلبي وانا بشكرك وبحييك وبحيي ضيفك الكريم فهد عريق. تسلم يا مارون تسلم. شكرا لك كثير فهد
تسلم. يا اخي ان شاء الله هيك انه الوضع الامني بالبلد يساعدنا شوي. صحيح ان شاء الله يا رب. ونحن ناطرينك يا استاذ. الحياة بدها تستمر. يلا بنشوفك قريبا. ولا يهمك. اوكي شكرا. شكرا شكرا لك مارون. تسلم. شكرا. باي باي. باي. ونص إلا 5. الوقت عم يمرق بسرعة. عنا موضوعات كتيرة بعد ما حكيناها أستاذ فهد. ف يعني عنا مواضيع كتيرة بعد بدنا نحكيها، وعندك أغاني ما شاء الله، وعندك أسئلة عديدة جدا. يعني مثلا أنا بدي أسأل آخر نشاطك شو هو؟ الأغاني اللي عم نسمعها أمتى مسجلة؟ آخر أغنية أمتى سجلتها مثلا؟ آخر أغنية بتقول يا شباب ويا بنات شو صارت صعبة الحياة، هلأ بنخليها للآخر. هيدي جديدة، هيدي لأول مرة بتنزع. وفي نسيتيني كل أصحابي كمان اللي مرقت، كمان هيدي جديدة. نسيتيني كل أصحابي اللي كمان كلمات مين هي؟ كلمات كمان مارون رحانة. أمتى مسجلة؟ مش من زمان يعني.
تقريبا هيدي كانت من 4-5 سنين تقريبا هيك شيء. طب هلا مين عم تتعاون مع شركة انتاج ولا كيف؟ هلا في عندي شركة انتاج السقلاوي للانتاج الفني. هن شو بهني يعني مدير اعمالي، هلا مستلم كل شغلي، حفلاتي، اغنية، كل شيء بيتعلق بالانتاج الفني. واذا بدك تسجل او تصور اغنية كمان هن كمان هو كمان هي الشركة يعني هي مبدئيا مركزها بالجنوب، هلا قريبا ما تيجي على بيروت. عمل لي حفلة عيد السيدي، تتعهد فنانين كنا بالعايشية بعيد السيدي وبصور، عمل لي حفلتين ليلة عيد السيدي. وهلا عنا حفلة ب5 أيلول بصور كمان. راح تكون مهمة كتير هيدي، حفلة كتير مهمة ب5 أيلول قبل ما تبلش الدنيا تشتي، راح تكون برا كمان. واستاذ مصطفى من الاشخاص المميزين، بحب اغانينا وبيآمن فينا. لهالسبب رجعنا عم نتعاون نحن وياه، لانه ما فيك تتعاون مع شخص ما بيحبك. انا سؤالي انه شركة الانتاج بس يعني بتتعهد لكم حفلات ولا بتصدر لكم سيديات كمان؟ كل شيء ما هي اسمها شركة انتاج. يعني بقى تستلم كل شيء مثل روتانا. صار لك زمان بتتعاون معهم؟ لا هيدي اول سنة. شركة قديمة كتير؟ هلا مش قديمة كتير، بس انه من الشركات اللي لهم قيمتهم هلا بالوقت الحاضر يعني. مديرة الاستاذ مصطفى السقلاوي. مصطفى السقلاوي صح. بلكي بعد شوي ناخد اتصال نحكي معه، لكن ايه اهلا وسهلا فيه. شو اي اغاني انتجت لك مثلا لحد هلا؟ هلا بعدنا عم بقول لك جديد يعني جديد على عملت لي حفلات يعني. هلا بس انه قريبا بده يصير في انتاج. بصير في انتاج صح. قريبا بعد شوي. عم بقول لك شركه جديده بالنسبه لإلي انا يعني. انا كان عندي سؤال بدي اسالك اياه، هل انه كونك ملحن انت لحنت لغيرك شيء؟ لا ما اعطيتش غيري انا. ما اعطيت غيرك الحان؟ لا. كلمات شعر كمان ما اعطيت لحدا؟ انا بألف وبلحن. لا ما اعطيت حدا. مش انه اناني، بس انه محتفظ فين لنفسي بالوقت الحاضر. قديش يعني بتقدر الاغاني الانتاج اللي عندك لحد هلا؟ كم اغنيه؟ مبدئيا شيء في 100 لإلي و100 لغيري. يعني نص بنص. شي 200 اغنيه يعني؟ في حوالي 200 غنية صح. وكلهم موجودين عندك؟ كلهم موجودين على سديات. محتفظ فيهم؟ ايه معلوم. بإذاعة لبنان قديش سجلت؟ كم وحدة؟ يعني هون في شيء 40-50 غنية. في 40-50 أغنية هون مسجلين عنا هون؟ مش بالإذاعة بس موجودين بالإذاعة. موجودين هون. هون مسجلين أغلبهم في استوديو بعلبك. هون شو مسجل شيء؟ هون مش مسجل شيء بالإذاعة. باستديو بعلبك كلهم هودي، وعندي استاذ ياسر رحباني. نعم. اشتركت بشي مسلسلات بشي هي سنة 73 اسمها تحت رعاية زكور. وتاني سنة اشتركت مسرحية لأستاذ شاكيب خوري اسمها القداس الأسود. وبمسرحية للأستاذ جورج كفوري اسمها اليوم وبكرة بزحلة، كان بطلة مروان محفوظ وجورجيت صاي، وكنت أنا تقريبا أول ما نبلش يعني هيك يعطوني أدوار بسيطة. في غنية بتقول زمر على الكوع ودعسها على المية، ما في ممنوع عند الشوفرية. هاي بتذكر أول غنية ألحان الأستاذ زياد الرحباني. يعني هذا أول لحن بيخدم أستاذ زياد. في مسرحية عدوى بإيران اسمها أنا إياها تحت رعاية زكور. تحت رعاية زكور صح. طيب قلت لي في عندك أغنية نغم. يا نغم. يا نغم هاي لبنتك عملتها؟ هيدي بس خلقت بنتي نغم، عملت لها وقتها هالغنية ومع 7 أغاني. 7 أغاني اسمه نغم فهد عقيقي. نعم. ال7 من ألحانك كمان وكلماتك؟ كله من ألحاني، والكلام لمارون روحانا ولإلي. ايه في من كلمات مارون روحانا يا حلاق الستات اللي عندك بعد حياتي. هاي من ضمن وتسلم يا جيش بلادي يا قهار الأعادي، تسلم مطرح ما بتكون وحدك أنت اللي بتصون الكرامة والسيادة. وفي غنية بتقول دخلك يا ساعي البريد وصلها للحبيبي، حبر الدمعة والتنهيد عم ببعت لها. بس يا نغم هي شو بتحب هالأغنية؟
غنية لبنتي شو لبنتك. ايه وانا قبل ما تقول لي حضرتك انا كنت عم بسمعها كتير حلوه هالاغنيه، يعني طالعة من القلب، طالعة من القلب، تأليفي ايه. والحاني صح. يا نغم يا نغم يا نغم آهاتي، انت قلبي انت روحي انت يا حياتي. يا نغم يا نغم يا نغم آهاتي، انت قلبي انت روحي انت يا حياتي. أجمل غنية غناها قلبي، انت يا وردي جورية هدية من ربي. انت يا أجمل غنية غناها قلبي، انت يا وردي جورية هدية من ربي. انت الدنيا كلها بعينيك بتتحلى، انت الدنيا كلها بعينيك بتتحلى. يا نغم آهاتي، يا نغم يا نغم يا نغم آهاتي، انت قلبي انت روحي انت يا حياتي. لما خلقتي قلبي حبك يا أحلى حلوة، يسلم قدك يسلم قلبك يا شمعة بتضوي. لما خلقتي قلبي حبك يا أحلى حلوة، يسلم قدك يسلم قلبك يا شمعة بتضوي. ما بتخلى انت الدنيا كلها عنك ما بتخلى. يا نغم آهاتي، يا نغم يا نغم يا نغم آهاتي، انت قلبي انت روحي
آهاتي، انت قلبي، انت روحي، انت يا حياتي، يا نغم يا نغم يا نغم آهاتي. الله يا استاذ فهد، شو هالاغنيه الحلوه هاي، رائعة رائع، من اجمل ما الحانك اللي عم من أجمل ما تقولها غنيت، لانه لبنتك. نحن بدنا نعتذر من الاستاذ مصطفى السقلاوي، نطرناه على الخط حتى نسمع الاغنيه قد ما حلوه. مساء الخير استاذ مصطفى السقلاوي. مساء النور استاذ مروان، كيفك؟ منيح؟ مساء الخير لك ولضيوفك. يعطيك العافيه، شكرا لك. يا هلا. كنا هلا نحن والاستاذ فهد عم نحكي عن شركه الانتاج لحضرتك، هيدي مش لإلي، هيدي لكل الفنانين اللي مثل الاستاذ فهد تسلم تسلم يا استاذ مصطفى، نحن بنشتغل فيها لإلهم. يعطيك الله العافيه. يخليك. واكيد الشركه اللي بتكون هيك بتنجح يعني بتنجح بدعمكم ودعم الطيبين ودعم يعني مثل الاستاذ فهد حقيقي فنان كبير وما اخذ حقه، فلازم، وهو برنامجك اسمه الزمن الجميل، حقيقة هو من ايام الزمن الجميل. نعم. حبينا نعرف هيك شو في نشاطات يعني عندكم، شو محضرين للاستاذ فهد ولا غير الاستاذ فهد، وخاصة الاستاذ فهد شو في اغاني، في يمكن في حفلات اكيد هلا رح تقيموها بالحقيقة يعني حفلات. هلا نحن عنا هلا مبدئيا من هون لشهر 10 عنا خارج لبنان بأبيجان، وعنا هلا مبدئيا كان من الاسبوع الماضي بعيد السيدي كان في حفلة كان بيطل فيها بجنوب الاستاذ فهد، كانت من انجح الحفلات، كان هو وروز كيوان والاستاذ بهاء العلي بالعيشية، كان في حفلتين بنفس الوقت بجنوب. نعم. وكانوا من انجح الحفلات يعني على مستوى الحفلات اللي صارت بجنوب. وهلا هو كمان منور الصور ب 5 أيلول، ب5 أيلول بصور كتير. هو كمان في مهرجان بيجمع عدد من الفنانين يعني بالحقيقة حفلته هذيك اليوم يعني كان فيها 350 شخص بحفلة عادية، وكان كتير كانت مرتبة. ومهرجان يعني عم نحاول نحن نعمل مهرجان بنهاية أيلول ب 19 أيلول لإله وللأستاذ بهاء العلي رح يكون فيها. وين رح يكون؟ كمان بصور. عم نحضره بصور. وفي مشاريع مثلا تعملوا اغاني، تنتجوا اغاني او فيديو كليبات يعني مصوره. الاستاذ فهد عنده اغاني منيح وحقيقه بتجددوا، بس يعني هودي اللي بيسمعوا الاغاني ما بفكر يعمل اغاني جديده. يعني هودي قديمين وجداد. يعني مثل الاغاني اللي بتنسمع قبل شوي، قال الاستاذ الياس الرحماني سمعته وانا جاي بالسياره. يعني اللي ما بيسمع موسيقى ما بيسمع شيء. صحيح. فاغانيهم اغاني الاستاذ فهد عقيق واغاني ست فيروز ما عاد تسمعها اليوم. فهذه الحاضره القديمه مثل ما بيقولوا. فنحن عم نحاول وبدنا نعمل فيديو كليب، الشركه بدها تنتج له فيديو كليب وغنيه. انا عم بفضل انه مديرة الشركه زين عندي قالت انه نعمل له غنيه، بس انا عم بفضل اغنيه من اغانيه، لانه ما في شيء اجمل من الاغاني الموجوده عنده بالحقيقه. يعني اغنيه تعملوا لها فيديو كليب يعني من الاغاني بالحقيقه الاغاني الموجوده. نعم. بس مديرة الشركه عندي لها راي ثاني بانه تعمل غنيه جديده. انا قلت لها نجدد له غنيه. ممكن يعني جددوا اغنيه ورجعوا اعملوا له اغاني. يعني انت بتعرف انا بالحقيقه انا اول سنه بشتغل معه للاستاذ فهد. نعم. يعني وندمان على الزمن اللي ما شفته فيه، ندمان على الماضي انه انا شفت فنان مثله. تسلم يا مصطفى، الحقيقة نحن بنفتخر فيك، الله يكتر من امثالك. اصبت يعني باختيارك. صحيح. اكيد. يعني انا بلاقي حالي انه عم بعمل شيء والشركه بتكبر فيهم. تسلم. الشركه بتكبر فيهم. انا في عندي كذا فنان منهم الاستاذ بهاء العلي والاستاذ فهد، يعني الحقيقه نوروا الشركه عنا، وهودي عم نشغلهم. هيدا الناس اللي عم تسمع لهم وتسمع اغانيهم بتلاقي حالك انه عم ترجع تسمع شيء اسمه اغاني طرب فن. استاذ مصطفى، يعني هل النشاط الشركه عندكم
طبعا يعني بالصيف بيكون مكثف يعني، لكن بالشتي كمان في برنامج انه حفلات بلبنان او خارج لبنان كمان. نحن مبدئيا بشهر 10 في الاستاذ فهد عقيقي ومعي مطرب يعني حقيقة نجم جنوب هو ربيع آغا، طالعين معي على افريقيا في من شهر 10 لشهر 11 ونص لشهر 11 بنرجع على لبنان. ونحن صيفية شتوية اكيد لانه في صالات شتوية بتعرف بتنشغل، بس المهرجانات بتبلش تخف يعني. حتى هلا نحن كنا عم نحكي عن الاستاذ فهد، بس عم نحكي مع شخص كمان بحبه كثير الاستاذ فهد، وهو كان اختياره له فرقة الاستاذ فادي شربل. فادي يعني اختيار الاستاذ، يعني الاستاذ فهد مش بس انه مطرب بالشركة، هو من المستشارين بقلب الشركة. اذا ما نعمل برنامج بنستشيره. تسلم يا مصطفى. وهلا هي اذاعة لبنان، هي اذاعة عن جد لازم تدعمنا كلنا ونحن ندعمها كمان اكيد. نحن الله رح يصير في هيك تعاون نحن وياكم وتواصل. انا من هلا ورايح، انا بالحقيقه في زميلتكم راديو دلتا، انا على طول هي، وحتى بكره في برنامج منية شو اسمها؟ راديو دلتا. ايه نعم. يعني هي عن انا كل شغلي عندهم كان. ايه هلا بدنا نصير وانا على الهوا كمان عم بحكي. الحظ الاكبر لاذاعه لبنان بده يصير بشغلنا كمان. حلو. انا على الهوا عم يسمعوني يعني، بس انا بحكي اللي لازم يصيروا. نعم. وجه تحيه للاعلاميه فاديه العلي كمان هي مثلنا. فبالنسبه للاستاذ فهد نحن قريبا، لانه هلا مشغولين، عشان هيك كنا بتعرف في تصوير وما تصوير، فعم نحاول انه نجمد الامور. الفيديو كليب في الشغل عنا شوي، لانه احنا بشكل احنا شركه عندها سبتيات حفلات يعني. نعم. كل سبت عندنا حفله من عدد الاعراس اللي بتتاخد والكذا والمناسبات الابيه. اللي بفهموا منك انه الفيديو كليبات والتسجيلات والتصوير كله مأجلينه لحتى يخف كثافه الشغل بالصيف يعني. بعد الصيف يعني هلا بعد شوي تتفرغوا بنقدر تعرف انت بصير في يعني بتقدر انت تمشي، لانه الفيديو كليب حيكون مش كله بلبنان. نعم ايوه. يعني حيكون في قسم منه بتركيا، مشاهد برات لبنان. نعم. لانه هيدي الغنية، انا هيدي الشط الازرق، انا بعد ما تلاقي على الشط الازرق. نعم. انا كثير هيدي حاببها. وحابب انه يكون لها هيدا الفيديو كليب يعني. انا هي اختياري لها. هيدي هالغنية استاذ مصطفى وقت اللي نزلتها بالشبكة لأول مرة، كتب استاذ جورج ابراهيم الخوري الله يرحمه، قال هيدا اللحن من اجمل ما لحن استاذ الياس الرحباني الحان. نوجه له تحيه على الهوا كمان. هي لونها غربي شوي، غربي شرقي. بقى بتذكر كاتب بالشبكه مدونه انه هيدا من اجمل الالحان اللي لحنها استاذ الياس الرحباني، ونحن بنفتخر بهذا الكلام. اكيد بنوجه له تحيه كمان. انت مزوق نقيتها يا مصطفى، مزوق. انا هيدي اختياري عليها. هاي بتكون رائعه جدا اذا مثل ما عم تحكي انت. لا انا لازم تصير، والاستاذ مروان كمان بشاركني الرأي أنا مثل ما أنا شايف. يلا هلا رح نسمعها ومنشوف كمان أكيد ذوقكم لا شك فيه طبعا. نحن يعني بالحقيقة الحفلة اللي بتكون ب5 الشهر بسور 5 أيلول 5 أيلول 5 أيلول 5 الشهر الجاي. نعم. هي حفلة كتير حتكون مميزة باختيار المطربين الموجودين فيها، ومنشغلها كتير إعلاميا، وحتكون يعني. أنا من السبت الماضي كان عندي حفلة للأستاذ إلي أيوب كمان، وجه له تحية، كان معنا. كانت حفلتنا 380 شخص عند الأستاذ هادي مروي. يعني نحن الوحيدين اللي بكل جنوب، مع احترامي لكل اللي كانوا عاملين حفلات نمر كبيرة ونحطهم عراسنا مثل الأستاذ حسين الديك والأستاذ علي الديك كمان، كانت حفلتنا نحن فيها 380 شخص. حلو. أستاذ مصطفى السقلاوي صاحب شركة السقلاوي للإنتاج الفني، بدي أشكر مداخلتك وتشرفنا معرفتك
ألف شكر لك أستاذ مروان. شكرا أستاذ مصطفى. تحية لك وتحية للجنوب كله. وأنا إن شاء الله يعني هيك ما بيض لكم وشكم بالجنوب، لأنه مش عامل حفلات كتير بالجنوب. إن شاء الله قريبا. أنت طلعت هيديك الأسبوع على صور، فالناس هي طلبتك ب5 الشهر، مش أنا اخترتك يا أستاذ. تسلم إن شاء الله خير. أنا اخترتك، أنا عملي بهيك مواضيع إن شاء الله خير. برجع بحكي مش أنا اللي اخترت الحفلة الثانية، أنا الأولى اخترتها، بس الثاني الناس بدها إياك. إن شاء الله خير حبيب القلب. شكرا لك. شكرا أستاذ مصطفى. شكرا. الشط الأزرق أنا وياكي وبالفرح نغرق، وتغيب الشمس والقمر يطلع، غير صوت الحب ما كنا نسمع. بعد بنتلاقى عالشط الأزرق أنا وياكي بالفرح نغرق، وتغيب الشمس والقمر يطلع، غير صوت الحب ما كنا نسمع. بعد منتلاقى عاهك الدرب، ضمنك لصدري ويخفق هالقلب. بعد منتلاقى عاهك الدرب، ضمنك لصدري ويخفق هالقلب. تمرق ساعات بهالغابات، غير صوت الحب وغير صوت الحب، غير صوت الحب ما كنا نسمع. بعد بنتلاقى عالشط الأزرق أنا وياكي بالفرح نغرق، وتغيب الشمس والقمر يطلع، غير صوت الحب ما كنا نسمع. بعد منتلاقى بشي قيلول، وانتي عم تبكي وبالك مشغول. بعد منتلاقى بشي قيلول، وانتي عم تبكي وبالك مشغول. لا نعود نتلاقى ولا نعود نتحاكى، وغير صوت الحب وغير صوت الحب. يعني معه حق أستاذ مصطفى الصقلاوي، يعني بتخيل إذا بتنعمل فيديو كليب تطلع كتير حلوة هالأغنية. لحن رائع جدا، كلام رائع. احنا الأستاذ الياس رحباني كمان متذكر، معلوم تأليفه وألحانه. أستاذ فهد عقيقي، يعني بعد معنا حوالي 10 دقائق وعنا مواضيع بساعة وساعة بعد. بدها حلقة تانية. وكنت أنا بدنا نحكي عن مشاريعك جديدة، بس لفت لي نظري يعني إعجابك بخلي الروكوز كنت عم تحكيني، وبموسى صغيب وبالزغلول، يعني حضرتك كمان شاعر. أنا بدنا نحكي عن فهد عقيقي الشاعر شوي كمان. من الأساس بحب الزجل. وبتعرف بالضياع عنا يبقوا يعملوا على المرفع هيك دبايح وكذا، وكل ليلة ببيت. وكنت أنا عمري هيك شي 10 سنين. بقى بصيروا غنوا أخوتي أغلبهم صوتهم حلوة، صير غني أنا وكر مثل الزغلول.
ايه من صغرتي. بلشت بالزغلول بالاول، بعدين بلشت بموسى. بنوجه لهم تحيه. نوجه لهم تحيه الله طبعا. يطول باعمارهم. واستاذ موسى اعطيني كمان كتير كلام. مشتاق زورك ببيتك. مشتاق زورك ببيتك على طريق الشام، و في كذا شغله يعني شروقية. ايه. ولخليل روكوز كمان عندك. خليل انا عندي نقطه ضعف تجاهه. ليش؟ لانه بحبه وما بعرفه. ما بتعرف. ايه قد ما كنت اسمع عنه. انا كنت ساكن بالمتن الشمالي فوق، اتعلم بعبدات. وفي الشاعر القري سليم مخول، موجه له تحيه الله يطول بعمره، كان يخبرني عن خليل اخبار كتير حلوه ومهضومه. شاعر وجداني خليل كتير. ايه. يعني عاشق. ولما توفى الله يرحمه، في صديقي هيك ميلاد ابو دوان كان معه الديوان خليل روكوز. قلت له شو هيدا؟ قال لي هيدا الديوان. قلت له بتعطيني اياه؟ قال لي انا مشتريه ب10 ليرات. قلت له بعطيك ليرتين زياده، اعطيني اياه ب12. بالفعل اشتريته ب12 ليره، بعده لعندي لحد هلا مغلف ومحتفظ فيه. كان عمري 10 سنين وحفظت هالديوان تقريبا كله. يعني هلا بقول لك بكل صفحه شو فيه. حلو كتير. كل قصايد خليل روكوز حفظها، وهيدا غنى كتير لإلي كان. وانا يعني كان قويت بالشعر وصرت حب الشعر مرة خليل روكوز. الله يرحمه. خليل روكوز كان شاعر غزلي، كان عاشق. بعدين غنيت له مش اول مرات عم بتصير على العود. يعني كتير كتير حلوه هيدي القصيده. العصفور من اجمل ما الف خليل روكوز. مش اول مرات عم بتصير. اتعب رب الهوى عصافير، هي عادتي كل ما بربي طير، بدشر همومه معي وبيطير. بشبه انا خليل روكوز لرشيد نخلة بشعره. كان من صميم قلبه يطلع. الشيء الحلو كله الكلام حفر تنزيل. ما في كلمة مكسورة، كلام هضامي بقالب حلو. كان يحكي لك قصة مع صورة شعرية. ولا أجمل من هيك. ولا أجمل من هيك. أستاذ فهد، يعني حضرتك جهزت أغاني جديدة عامل، وبدك تنزل أغاني، وعدنا نسمع أغنية بعد مش مسموعة بغير إذاعات. هلأ رح نسمعها. شو هي؟ احكي لنا عنها شيء. عن هيدي الأغنية هي مهضومة حسب الحالة إن احنا فيها. بتقول يا شباب ويا بنات شو صارت صعبة الحياة، ما حدا بيقول لك خود، كله عم بيقول لك هات. كلماتك. كلماتي وألحاني. بقى هلأ نطلب من خينا بعد شوي سمعنا إياها. ويعني منا مسجلة 100 90، بس مهضومة. لأنه وين مسجلة؟ مسجلة بزحلة. تسجيل بزحلة عند أستاذ أندري عطا، عنده استوديو بزحلة. وهالأغنية الشيء الحلو فيها الكلام. اللحن حلو، بس رح تنبسطوا كتير بكلامها، لأنه هو واقعي من الواقع اللي عايشينه نحن اليوم. بقى هلأ نطلب من المخرج يسمعنا إياها. يا شباب ويا بنات أو شو صارت صعب الحياة. ويا شباب ويا بنات أو شو صارت صعب الحياة. وما حدا بيقلك خود، كله عم بيقلك هات. وما حدا بيقلك خود، أو كله عم بيقلك هات. كله 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 او كله عم بيقلك هات. كله عم بيقلك هات. وهالحالي مش عم تنطاق، او ساعة حب و10 فراق. وهالحالي مش عم تنطاق، ساعة حب
بعلمي صفينا النية أو صرنا نسهر ليلي، بعلمي صفينا النية أو صرنا نسهر ليلي، قصتنا هي ناين بندفع ناين بندفع ناين بندفع ناين بندفع منين بندفع مصريات، كله عم بيقلك هات. هو متحير كيف بدي أعيش، هولي ربي الجيبي ما فيش، هو متحير كيف بدي أعيش، ولي الجيبي ما فيش، والحلوة ما عندها هموم، أو شو بيرضيها مش مفهوم، والحلوة ما عندها هموم، أو شو بيرضيها مش مفهوم، لحالي طلعت المظلوم، مش عم لحي مش عم لحي مش عم لحي مش عم لحي أو مش عم لحي مدفوعات، كله عم بيقلك هات. يا شباب أو يا بنات أو شو صارت صعب الحياة، ويا شباب أو يا بنات أو شو صارت صعب الحياة، وما حدا بيقلك خود. فعلا شو صارت صعب الحياة، يعني عم تحكي باسم يعني هيدي من واقع الحياة، من الواقع يعني كله عم بيقول لك هات. صحيح مزبوط. حلوة. يعني كان بودنا انه نلبي طلب صديقنا محمد الخولي باغنية طلبها هيك من زمن الجميل، اغنية لاحد المطربين، بس ما عادش في معنا وقت. يعني استاذ فهد عقيقي، انا بدي اشكر حضورك الليلة معنا السهرة، وما بعرف اذا عندك شي كلمة تقولها اخر شي. انا بشكرك استاذ مروان، بشكر المخرج خينا جورج عون وكل اللي تعبوا معي بهالليلة، والشكر. ومنوجه كمان تحية لكل اللي عم يسمعونا الليلة بلبنان، وإن شاء الله هالإذاعة بترجع مثل ما بيقولوا، هي أول إذاعة كانت بلبنان وبترجع أول إذاعة، ونحن واجباتنا كلنا نوقف بهالإذاعة ونرجع نغني هون ونرجع نفرح من هون ونفرح العالم كلها من إذاعة لبنان، خلينا هيك، لأنه بالنهاية ما بيصح إلا الصحيح. ويكتر من أمثالك. شكرا لك كلك زود. وأنا بشكركم كتير، والله يقويكم وخلينا إياكم. خلينا كمان بدي أشكر الأستاذ الياس رحباني على مداخلته، الأستاذ مارون روحانا كمان، والأستاذ مصطفى السقلاوي، وكل المستمعين اللي تابعونا. أنا مروان أبو نصر الدين، كمان مستمعينا بشكركم، وزميلي جورج عون، وإلى اللقاء الاثنين المقبل أقل من دقيقتين، وسنكون مع عرض منتصف الليل مع زميلي سوسن عواد. تصبحوا على خير. يا زمن رجع ايام الحب، يا زمن رجع احباب القلب، رجعني سنين كنا عايشين باجمل حب ومش عارفين. يا زمان يا زمان يا زمان رجع ايام الحب، يا زمن رجع ايام الحب، يا زمن رجع احباب القلب، رجعني سنين كنا عايشين بأجمل حب ومش عارفين. يا زمان يا زمان يا زمان رجع أيام الحب. رجعني سنين كنا عايشين والحب مضوي مطرحنا،
فرحي طول عم واسم